السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بنت سيدي خضر مستغالمية. ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم لاباس، صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير. وباينه راكم تشوفوا الشربات من برا، وان شاء الله بعد ما تشوفي هذا الفيديو تاع نهار اليوم غادي تولي ديريها غير في دارك بطريقه سريعه وصحيه اللي ما فيهاش لاسيد سيتريك اللي هو حمض الليمون اللي يضر الناس اللي عندهم الكولون والاستوما وحتى الدراري صغار. نبدأ بسم الله ونصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنايا نحتاجو لتر ونص تاع ماء اللي غادي نزيدو لها نص كاس تاع عصير الليمون. هنايا انايا بعد ما نصفي هذاك عصير الليم نزيده لهذاك الماء، خاطش الشربات ما يجيش فيها هذوك الحبيبات. هنايا لازم تصفي هذاك الليم، ونزيدو لها 7 مغارف حتى 8 مغارف سكر على حساب الذوق، ونزيدو له هنايا نص كاس تاع حليب هو اللي يخلي هو اللي ينقص من لاسيديتي تاع الليم. دروك هنايا نخلط كل شيء بالبراميكسور. مي تبدا دير لنا في هذيك لاموس تما في الوسط نحبسو، ونزيدو لها مغرف صغيره تاع عطر الليمون الابيض. هنايا الا كان عندك هذاك الاصفر معليش، انايا هنايا دائما نفضل هذا الابيض. ونزيد لها مغرف تاع لا شونتيي هي اللي تعطيها واحد القوام هكا ثقيل شويه. دوك نخلط كلشي بالبراميكسور حتى نتحصلوا على هذيك لاموس اللي تكون من الفوق. هنايا نحبسو تكون الشربه تاعنا واجده. انا هنايا عمرتها في هذه القرعه، وهنايا كنت حصلت على شربات تنافس الذوق تاعها ينافس الشربات تاع المحلات. ان شاء الله تعجبك الوصفه تاع نهار اليوم، جربيها ما تنسينيش بالجيم والابوني. وصلنا لاخر فيديو، تهلاو في رواحكم ومع السلامه.